عشان كده صلى الله عليه وسلم لما أنت بتصلي عليه قال ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فافتكر موضوع كشف الهم والغم ده، النبي بيدعي لك إن ربنا يسلمك. وبعدين لما ربنا يصلي عليك، ربنا قال في القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأنت النهاردة لما تكون في أي ظلمة أي مشكلة تكثر من الصلاة على النبي، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. والنبي في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام يقول لك وعليك من الله السلام. وربنا لما يصلي عليك يخرجك من الظلمات إلى النور. أكتر من كده إيه؟ يا صباح الفل والهنا والسعادة عليكم حبايبي. النهاردة بقى هنعمل وصفة حلوة جدا جدا. قبل ما نبدأ الفيديو خالص هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن الوصفة دي هو اللي وصى بيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أي حد مكتئب، أي حد متضايق، يكمل معايا الفيديو ده للآخر، وأوعدك إن شاء الله لما تعملي الوصفة دي هيكون مزاجك حلو جدا جدا جدا. عن تجربة شخصية يا بنات، والله العظيم أنا جربتها فعلا، حسيت كده إن أنا مبسوطة كده ومزاجي حلو. وإن شاء الله أنتوا تجربوها وتبقوا كمان مبسوطين ومزاجكم جميل جدا. بصوا حلوة جدا جدا كمان لشهر رمضان، هتبقى جميلة جدا معاكم. حاجة كده بتقوي الأعصاب وتقوي كده البدن، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش على حاجة اللي طلعت صدق. فالنهاردة هنعمل مع بعض التلبينة. التلبينة دي بتتكون من ايه يا بنات؟ بتتكون اول حاجة من دقيق الشعير، تقدري تشتريه من السوبر ماركت او تجيبيه من عند العطار، ومعايا لبن ومعايا مية وعسل نحل، وكمان معايا عين الجمل للتزيين. تمام يا بنات، يلا نبدأ في الوصفة. وقبل ما نبدأ هنعمل ايه؟ هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة جبت حلة او كسرولة زي ما تحبي، حطيت فيها كوباية من المية، وبعدين نزلت بنص كوباية من دقيق الشعير. وهنبدأ الأول نقلبهم كويس قبل ما نحطهم على النار. هناخد الحلة بتاعتنا على النار هادية، تمام، وهنفضل نقلب فيها كويس جدا. واحنا مع بعض كده بنقلب هنقول مع بعض المقادير بتاعتنا، لأن احنا ما قلناهاش في الأول. عندي نص كوباية من دقيق الشعير، عليها كوباية من المية، باخدهم الأول على النار كده وبحسبهم حوالي كده 10 دقايق على نار هادية. وبعدين بعد ما تستوي معايا، ولازم عشان ده دقيق يا بنات لازم يستوي معاكي كويس جدا جدا، عشان خاطر ايه؟ الملمس او التيست بتاع الدقيق ده يختفي خالص، تمام. وبعدين بعد ما نقلب كويس ويوصل بقى للقوام المظبوط، هنبدأ ننزل عليه بكوباية من اللبن. تمام يا بنات، يعني عندنا نص كوباية من الشعير عليهم كوبايتين من السوائل. تقدري تستعملي كله لبن، وتقدري تعملي نص مية ونص لبن زي ما انا عاملة كده. وهنحتاج عسل نحل يا بنات عشان نسكر بيه، لان طبعا احنا عايزين بقى ايه؟ ناخد كمية فوائد كده حلوة. وهنحتاج كمان عين جمل. عين جمل طبعا بتقوي الذاكرة مع الفوائد بتاعة الشعير مع اللبن، يعني تاخدوا وجبة حلوة جدا وكمان مشبعة جدا يا بنات. يعني اي حد بيعمل دايت الوصفة دي هتنفعه وتبقى جميلة جدا معاه. خليكم معايا للاخر يا بنات، عشان ان شاء الله هنقول كل الفوائد بتاعة الوصفة بتاعتنا النهاردة، اللي هي التلبينة اللي وصى بيها الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنفضل نقلب كويس جدا جدا لحد ما يغلي معايا. اول خطوه معانا دي يا بنات، الكوبايه الميه ونص كوبايه الشعير الاول، بناخدهم ونقلبهم كويس جدا لحد ما تغلي معايا بالشكل اللي هتشوفيه ده. واول ما تطلع كده الفقاقيع او تتقل معاكي، يبقى كده الدقيق بتاعنا استوى في الميه. ودي اول خطوه احنا عايزينها، تمام. هنبدا بقى ننزل بكوبايه اللبن التانية، ونقلب برضو يا بنات لحد ما يغلي معايا ويبقى برضو زي قوامه كده عامل زي المهلبية. لو انت عايزة تشربيه شرب، ممكن تزودي كمية اللبن. يعني ممكن تزودي مثلا كوبايتين لبن على كوباية مية، على النص ايه كوباية من الشعير. هيبقى معاكي كده سايل شوية، تقدري تشربيه زي مشروب لو انت حابة تشربي مشروب. لكن لو عايز تعمليه زي المهلبية اعملي نفس المقدار ده، هيديكي نفس المهلبية بالظبط، قوام المهلبية. تمام يا بنات، هنقلب برضو كويس زي ما انتوا شايفين لحد ايه ما تديني على النار. كل ده على النار هاديه يا بنات، الموضوع بياخد مننا 15 دقيقه وبيبقى الوصفه بتاعتنا تمام جدا معانا. بجد جربوها هتعجبكم جدا. عايز اقول لكم ان طعمها قريب جدا للبليله. البنات اللي بتحب البليله او الناس اللي بتحب البليله هتعجبهم جدا. وعايز اقول لكم جربوها بنات، عشان خاطر هي سنه عن الرسول عليه السلام. كفايه ان انت خدتي ثواب ان انت سنيتي سنه من سنن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يعني لو هتاخديها بس هتجربيها يعني عشان خاطر كده كفايه ان انت هتاخدي الثواب. تمام. وعايز اقول لك وانت بتعمليها كده على طول تصلي على النبي وانت بتعمليها كده،
واذكري ربنا يعني فاهمه، وهيبقى ان شاء الله فيها الشفاء وفيها كل حاجه. كده خلاص هي استوت معايا، نغرفها ان شاء الله مع بعض يا بنات. حضرت طبق التقديم وهنبدا بقى ايه نغرفها. زي ما قلت لكم ممكن تزودوا الميه او تزودوا اللبن وتعملوها زي مشروب، هيبقى حلوه جدا جدا معاكم. برضو تكسروا فيها المكسرات وتقلبوا فيها العسل، هتبقى حلوه جدا. عندي بقى عين الجمل. طبعا عين الجمل هيزود قيمتها الغذائيه وهيخليه ايه، طبعا بيضيف للذاكره بان هو بيقوي الذاكره، فهيضيف لها طبعا من الفوائد. ولو انت عايزه بقى تحليها، انا حبيتها كده من غير سكر لان انا بحب الحاجات من غير سكر، لكن انت طبعا لو بتحب الحاجه مسكره حلوها بالعسل النحل. يفضل يكون عسل نحل اصلي عشان يبقى خدنا كل الفوائد. تمام يا بنات، حطيت كده عين جمل بالشكل ده. وطبعا بقى لو عندك عسل برضو هتحطي، يفضل طبعا ان يكون عسل نحل طبيعي عشان يزيد قيمه غذائيه للطبق الجميل بتاعنا النهارده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه. روى عن السيده عائشه انها قالت ان الرسول عليه السلام لما كان اي حد يمرض من اهل بيته كان يأمره باحتساء الشعير، يعني يعمل زي شوربه او اللي هي التلبينه اللي احنا عملناها النهارده. تقدري زي ما قلت لك تعمليها سايله، وكمان ممكن تعمليها زي المهلبيه زي ما انت شايفه كده. بجد بنات طعمها حلو جدا، فوائدها عظيمه. عايزه اقول لكم من فوائدها هي بتبقى حلوه جدا للكلى، حلوه لمرضى القلب، بتسر الفؤاد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لان هي مهدئه للاعصاب. اي طفل طبعا عنده فرط حركه وتقدري تديها له، يبقى حلوه جدا معاه. فوائدها عظيمه، كفايه ان الرسول عليه السلام بس هو اللي قال عليها. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش بقى تدعموا الفيديو وتعملوا النهارده التلبينه وتستفيدوا بكل الفوائد الجميله بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واعملوا سيرش كمان يا بنات عشان تاكدوا كلامي وتعرفوا فوائد التلبينه. اشوفوا الشكر على خير ومع السلامه. باي باي.